أن الله يقول من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الله الآن سيتولى النصر، الآن سيتولى الحرب عنك، فقد آذنته بالحرب. يعلن الله الحرب عليه عشان أنك واليته سبحانه. كيف أواليه؟ أول شيء الفرائض، ثاني شيء النوافل حتى أحبه. قال إذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. عشان كذا في ناس الآن لما يسمع ويقلب في الإذاعة، اللي يبغى ياخذها واقع عملي، يقلب في الإذاعة يدور مثلا إذاعة قرآن، ثم تجي على إذاعة فيها موسيقى، والله يا شيخ كأنك ضارب ب 300 فولت، يبغى يوخر بسرعة. يعني كنت سمعه الذي يسمع به. يقلب في قنوات وكنت بصره الذي يبصر به. قال ولئن سألني لأعطينه، يقسم الله يقول لأعطينه، وإن استعاذني لأعيذنه. قال وما ترددت في شيء أنا فاعله. يعني الله فعال لما يريد، وما أمرنا إلا واحدة. يعني الله ما يقول لشيء كن، يعني يقول ينذل بشار، ثم بعد 5 دقائق ما صار، قال انذل مرة ثانية. قال وما أمرنا إلا واحدة. إيش سرعتها؟ قال كلمح بالبصر. قال وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض روح عبدي. هذا اللي يبغى يرضيني، قام شيك على الفرائض وقام يزينها، وراح راقب نفسه وراجع نفسه في النوافل وبدأ يزينها. قال الله في شيء أنا فاعله ترددي في قبض روح عبدي المؤمن يحب الدنيا وأنا أكره مساءته. الله يكره يسيء في شيء مقدر على النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الله يعاملنا بهالطريقة، هذا من أعظم عوامل